السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. وحشتوني جدا جدا جدا. اهلا بكم في قناة أحلام في البيت. ده كان كده فلوج قبل ما امشي في البيت، او روتين. تمام، هنسميه احسن روتين كده قبل ما امشي. كنت بطمن على الشقة كلها، كنت حتى بخلي الواد ملك كده يساعدني. كنت بعقم الببرونة بتاعته وبطمن على الشنطة بتاعتي. وكنت هنا بقى كده صحيت الصبح. تمام، صحيت الصبح كده، رحت سبت الشنطة مكانها بعد ما جيت، وسبت كل حاجة مكانها وتعشينا. وساعتها دخلنا نمنا، وصحيت بقى الصبح زي ما شفتوا كده. دخلت كل الكوتشيات وكل الجزم. قلت بقى انا همسك البيت النهارده كده هنفوض ونفط. ما تنسوش بقى يا بنات الدعم في القناه واللايك والاشتراك الجميل منكم. وانت لسه جديده يا حبيبه قلبي عندي، يعني نورتيني وشرفتيني، وكنت تبصي على دماغي كده من فوق لفوق لفوق. وكمان يا بنات البنات كده اللي بتكتب لي كده لايكات عسل زيها، انا بجد بحبكم زي انتوا بتحبوني. بدأت كده اظبط الكاميرا بقى كده علشان ابدا اطلع اكنس السلم. كنستها من اول فوق السطح خالص لحد تحت، كنس ومس. بس انا خليت المسيح خالص في الاخر. كنست في الاول، اول حاجه ابتديتها علشان ملك، قلت مثلا لو صحي ولا حاجه، ملك عندي نضيف، فلو صحي ولاني بكنس على السلم فهيضطر يقف معايا. وانا صح كنتش حابه ان هو ايه، ما كنتش حابه ان هو يتوسخ يعني وكده. تمام. بس يا بنات صراحة تعبت جدا 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 حقيقي في التصوير وفي شغل البيت وكده، ان انا عملت الشقة كلها في مرة واحدة. تمام. بعدين ان شاء الله هنزلكم الفيديو على مرتين، يعني هنزلكم اليوم النهارده على مرتين قصدي. تمام. طبعا دي تنظيف بسبب العاصفة بتاع دانيال اللي قامت. حقيقي العاصفة دي كانت شديدة قوي، بس الحمد لله احنا عندنا في الفيوم كانت خفيفة. يعني تحس ان هي كانت زي اي هوا، بس كان هوا بقى برملة. تمام. بصراحة اسكندرية كانت غريبة قوي. اسكندرية كانت هي فعلا اللي خدت يعني العلقة كلها. طبعا بقى الله يعين بقى الستات اللي هناك اللي هتنضف. اما احنا بس شويه رمل قاموا كده وشويه تراب قاموا في الجو. حقيقي الواحد مبقاش طايق، تحس انه كان بيتنفس كده تراب كده ورمله، والدنيا كلها تحس كده عكرت قدام حواليا. جيت امبارح من الخروج بعد ما شطفت ملك وخدت له ببرونه، وكنست بسرعه البلكونات. انا ما قدرتش انام في الشقه كده. قلت ان شاء الله هصحى الصبح كده بدري قبل ما ملك يقوم من النوم، وامسك الشقه كده انفضها نفط. ما تنسوش بقى يا بنات الصلاه على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نقعد كده شويه بقى نستغفر ربنا. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. طول ما انت واقفه كده شغلي القران جنبيكي، شغلي كده القران جنبيكي، دايما تستغفري ربنا. نشجع بعض كده على الصلاه وعلى تلاوه القران. هنا كده كنت بقول لكم انا مش عارفه اظبط خالص الكاميرا، فانا هكنس كل ده. وبعدين ايه، شايفين جماعه الجروف عامل ازاي من السلم. بعدين في الاخر همسح، في الامسح بقى في الاخر خالص همسح. تمام. دخلت كده على اوضه الصالون. زي ما قلت لكم انا اول حاجه كنست السلم بسبب ان مالك خفت احسن يصحى ويتوسخ تراب. طبعا شبشب السلم وكان شبشب البيت خالص. بنفض كده الكراسي كويس قوي. بصوا يا بنات، عايزه اكلمكم النهارده في موضوع كده، العقرب اللي في كل البيت. تمام. يعني انا ضد ان البيت يكون فيه عكاريب ملهاش اي لازمه. نرمي نخلص العكاريب اللي في البيت علشان البيت يبدأ يفوق. على الأقل تشتري راحتك وتشتري ايه، سعادتك. ازاي يا افنان تشتري راحتك وتشتري سعادتك؟ تشتري راحتك انك انت لما تيجي تمسحي او تكنسي البيت كله، ممكن مثلا ما يخش معاكي ساعتين، ساعتين ونص، 3. تمام. بدل ما تعملي اوضه تعملي 2 3.
اما لو بيت فيه عكاريت بقى صدقيني الاوضه الواحده هتقعدي فيها يوم كامل. تمام. يبقى دايما كده تخلي بس الحاجات المهمه. يعني مثلا اوضه الصالون فيها ايه؟ فيها 4 كراسي والحافظه والترابيزه ولعب مالك، شكرا على كده، في باسكت محكم ومش عارفه في فازه، وشكرا على كده. بس اقفلي. بسجل صوتي على الفيديو. تمام يا بنات. هنا كده كنت انا في اوضه الصالون زي ما انتوا شايفين، ومسكت الحوزه كده نفضتها نفط. كمان برضه عايزه اكلمكم في موضوع. انتوا متخيلين يا بنات انا بعد كل اكله وبعد كل مثلا داخله في اوضه الصالون قبل امسك اوضه الصالون كده واشفطها بمكنسه او بمقشه، انتوا متخيلين يعني انا شلت الحوزه برضو نزلت منها بقايا اكل واللي هو تراب كده اللي هو فتافيت التراب دي. تمام. برضو تحت الكراسي. طب انا لو ما كنتش بقى مثلا ماسكه على طول المقشه والمكنسه على طول 24 ساعه، يبقى الدنيا عامله ازاي؟ ف... ففعلا يعني لازم التنظيف بتاع كل اسبوع دي، ولازم التنظيف بتاع كل يوم علشان نعرف نعيش في الاوضه اصلا. انا الصراحه يا بنات انا بستغرب جدا على الامهات او البنات المتجوزين. تمام. ويحبوا يعيشوا كده في كراكيب او يحبوا يعيشوا مثلا في فوضى او حاجه زي كده. راحتك النفسيه زي ما قلت لك في الاول في الترويق وفي النظافه اللي حواليكي. ده كده شبشب انا كنت لسه جايباه جديد. طبعا بطلع الحاجات اللي هي مثلا ايه اللي ينفعش اصلا تترمي في الزباله كده على جنب. بعد كده ابدا المها. كده انا خليت الارضيه نظيفه زي الفل. مفيش بقى غير ان انا امسح على طول، وطلعت كل الحاجات فوق زي الصينيه والجردل ده بتاع سبت. تمام. الصينيه والحاجات زي كده. كده بهيئ الارض ان انا امسح على طول، مفيش حاجه تلخمني. كده كنت بنفض البلكونه ونفضت الشباك، بس للاسف الشباك ما جاش معاكم، كمان كانتش فاتحه. في بنوته كده كتبت لي كومنت. تمام. طبعا اول حاجه انا بحبك وانتي نورتيني وشرفتيني لما انتي اتفرجتي على الفيديو بتاعي. تمام. بتقولي يعني ساعة الفيديو بقول لكم انا اول ما صحيت من النوم بتاع المحشي دخلت الجري على المطبخ. فهي طبعا فاكره اللي انا ايه صحيت لقيت بقى التوم والسمنه والبتنجان. ولقيت بقى الرز والخضره مغسولين ومتقطعين. ولقيت كل ده يعني قبل ما يعني سبحان الله سبحان الله، يعني انا بتريق اكيد يعني. لقيت كل ده في المطبخ لوحده. فبتقولي بدل ما مش عارفه طافي في الكركيب، اول حاجه ايه؟ ظبطي اللي حواليكي يا حبيبه قلبي. انا صاحيه المطبخ زي الفل ومتروق. انا كأفنان ما بقدرش انام ان كل حاجه عندي متروقه. تمام. انا صاحيه المطبخ متروق وكل حاجه متروقه عندي. فانا بحب ان انا اجيب كل حاجه من التلاجة مره واحده علشان ادخل اطبخ مره واحده. يعني البصل طماطم فلفل كل ده بحب اكونه مره واحده في المطبخ علشان ما انساش اي حاجه انا بعملها، او افضل مثلا رايحه جايه وادوخ نفسي. انا من نوعيه كده. تمام. بس يا قلبي فانا الصراحه زعلت منك شويه، بس عادي يعني لازم اتقبل النقد. طبعا الترابيزه دي بقى دوختني حرفيا. قطع دلوقتي حته وقعه هتعمل زي الصرصار كده المقلوب. شايفين بقى طالعه ازاي؟ انا صراحه حبيت ابتدي كده باوضه الصالون بعد السلم على طول، لان انا عارفه ان الصالون فيها هري كتير وفيها تفاصيل كتير برضو، مش سهله برضو الصالون. بس الحمد لله ربنا قدرني وخلصتها ودخلت على الصاله. بعد كده دخلت على اوضه مالك وخليت اوضه النوم دي في الاخر خالص، لان استاذ مالك باشا قلبي كان نايم فين؟ في اوضه النوم. فانا كده خليتها في اخر حاجه خالص في الشقه علشان ايه حتى لو صحي فمش مشكله عندي. فانا اجيبها كده في الاخر وبنتي افنان اقول لك ايه نيميها وينجزي.
دخلت برضو على البلكونه كده. طبعا البلكونه كنت كنساها امبارح، فانا حبيت ان انا امسح على طول. على فكره يا بنات، في اول الفيديو كنت انا نازله امبارح، خرجت كده جبت شبشب ليا وشبشب لمالك ازازه ميه جديده، جبت بندانه كده سودا. تمام. فامبارح رحت غسلت كده دور بسرعه، لاني ابني عزكم الله رجع. تمام. فرحت كده بسرعه غسلت دورها، نشرتها بالملايه وكل حاجه بالبطانيه بتاعته. هو بيحب يتغطى بالبطانيه في الصيف. تمام. وبعدين روقت الشقه في اول الفيديو. تمام. بس أنا كنت حاطه موسيقى. وبعدين رحت نزلت انا وهو، دخلت هنا كده على الصاله زي ما انتم شايفين. برضه هبدأ كده اكنس كده، بس انا دايما بحب اخد الصالة مع اوضة ملك على طول مرة واحدة، بحس هي اساسا قطعة واحدة. وبس كده يا بنات بقى، انا حابة كده ان انا احط موسيقى على الفيديو.